ده كان على فكره من الاسباب الرئيسيه اللي احنا انشأنا بيها الايفنت ده. ICNC بيناقش الحاجات دي بالتفصيل، الترندات، سوشيال ميديا، الجا لايه وامتى اعمل ايه وامتى ما اعملوش. انا ممكن اقلد او اشوف اعلان مجرد ماسك بحطه على وشي، كريم بشتريه، لكن حاجه طبيه هحقنها في جسمي او هستخدمها سيستميك، لازم دكتور، لازم طبيب يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. برضه من اهداف المؤتمر يا دكتور ان هو بنشجع المنتجات المحليه عشان تنافس بقوه في السوق العالمي. ازاي نقدر نوصل المنتج المصري المحلي ان هو ينافس في الاسواق العالميه؟ يعني ايه اللي ممكن نزوده في المنتج علشان يقدر ان هو يحقق المنافسه والله دي؟ انا هقول لك الاساس بقى في يعني التارجت الاساسي كان في المؤتمر ان احنا نحط الضوء على الشركات المحليه اللي عملت منتجات تخسيس هايله، اللي عملت كوزموتكس تنافس بقوه السوق العالميه. وده يمكن مش من زمان، ده فعلا بدأ مع بدايه والاي سي ان سي على فكره يا جماعه والله هو نشر، عمل لونشنج لشركات كتيره ما كانتش الناس عارفاها. لان احنا من حوالي 3 4 سنين بعد الحاله الاقتصاديه للعالم كله وفرق العمله والجمارك والحاجات دي كلها، الحاجات بقت غاليه. فما بقاش اعتمادنا في الكوزموتكس على ان انا اشتري حاجات مستورده. يعني كام فئه من الشعب هتيجي على حاجه مستورده والباقي كله فين؟ فده الشركات كلها بدات تتنافس. الشركات المحليه فعلا، الصناعات المحليه والصيادله بداوا يتنافسوا. والله في منتجات وشركات عملت لونشنج في بدايتها من ICNC هي فعلا شركات تستحق المنافسه العالميه وباسعار يعني محترمه جدا في متناول كل الناس. فكانت بدايه الشركات دي معانا ان احنا فعلا كنا عايزين نقول للناس يا جماعه مش كل حاجه مستورده حلوه، في شركات كتير مصريه عندها كفاءه عاليه جدا. وطبعا يعني احنا بندعم الخطوه الحقيقيه، دعم المنتجات المحليه في الاسواق العالميه ان شاء الله. ميرسي جدا ليكي والله، ودعوه مني يعني في برنامجك صباح الهنا لكل الناس المهتمه بالتجميل وبالتخسيس. الايفنت ده هو فعلا هيكون ايفنت يعني يعمل طفره لكل الشركات المبتدئه. احنا بنساعدكم، احنا معاكم وعايزين نحط الضوء على كل منتج يتكتب عليه ميد ان ايجيبت. كلام جميل جدا ومبشر يا دكتوره، نتمنى ليكي التوفيق في المؤتمر وان يبقى خطوه حقيقيه لتشجيع المنتجات المحليه في الاسواق العالميه ان شاء الله.